وللتعليق ينضم إلينا من القاهرة الصحفي بجريدة الأهرام أحمد سعد الدين، ومن واشنطن عضو الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان أكرم الزند. مرحبا بك أيضا معنا في هذه النشرة من RT. لو أبدأ معك ضيفي من القاهرة، من المسؤول برأيك عن القتلى الذين سقطوا اليوم؟ هناك 4 اليوم قتلى في السويس والإسكندرية. أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفنا الكريم من واشنطن. أنا أحب أقول حاجة مهمة جدا. لو بنسأل على من المسؤول عن هؤلاء القتلى، لازم نرجع بس لورا لمدة 10 أيام أو أسبوعين، وهو ساعة ما الحكومة المصرية حطت الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. فإذا تم منع الإخوان تماما من أن هم ينزلوا مظاهرات حتى ولو كانت سلمية، رغم أن هم أصلا ما بينزلوش سلمية. إذا هذا الوضع يعطي الحق للشرطة للقبض عليهم. هم مشكلتهم الكبيرة أن هو بينزلوا غير سلميين. دي حاجة شفناها النهاردة في اسكندرية، شفناها في الهرم، شفناها في أماكن متفرقة من مصر أو من القاهرة بوجه خاص. الأساس أنت دلوقتي محكوم عليك بعدم النزول، بتنزل ليه؟ هو المشكلة أن هم بيحاولوا يتاجروا بالدم. فلو قلنا من المسؤول عن قتل هؤلاء، هقول قيادات الإخوان المسلمين التي أمرت أعضائها بالنزول إلى الشارع في مظاهرات غير سلمية بالمرة. طيب هو ده الأساس بالنسبة للقتل. أستاذ أكرم، ما رأيك في هذا الكلام؟ والله هو كلام يثير. الأول برحب بحضرتك والأستاذ أحمد. مش عارف، هو كلام يثير الشفقة عليه ويثير السخرية أيضا، لأنه وليس لشخصه ولكن للكلام فقط. لأنه اللي عاوز يعرف مين بيقتل ما يرجعش ل10 أيام بس فاتوا ورا، يرجع من أول 3/7 من ساعة إعلان الانقلاب العسكري الدموي اللي استباح دماء المصريين، وإلى اليوم لم نرى واحد من الانقلابيين الآن يتم محاكمته، بل على العكس يتم إحكام القبضة الأمنية ويتم مصادرة حقوق الإنسان وحريات الإنسان المواطن المصري، ويتم الآن الطريقة الجديدة أو الموضة الجديدة. ما هم كل شوية الانقلابيين بيطلعوا بموضة. الموضة الأخيرة النهاردة بعد موضة الإرهاب وموضة ان هم يحكموا على جماعة الإخوان المسلمين او من يناصرهم بانهم ارهابيين، افتكروا ان هم بكده هيوقفوا المظاهرات. لكن للأسف طبعا للأسف بالنسبة لهم ان المظاهرات كل يوم بتستمر وتثبت نجاحها اكثر واكثر، والفشل والانقلابيين يثبتون فشلهم اكثر واكثر. كيف فشلوا؟ اعطيني اوجه الفشل. يعني هناك دستور وهناك استفتاء سوف يتم والامور ماشيه والامور بخير، هناك مجرد مظاهرات يتم التعامل معها امنيا. صحيح. تعالى حضرتك ممكن نعدد الانقلاب ازاي فشل. الانقلاب من يوم 3/7 بالحكومة الانقلابية اللي تم تعيينها إلى هذه اللحظة لم يتم أي خطوة إلى الأمام إلا زي ما حكيت لحضرتك، قتل وصح ومصادرة حقوق وحريات وانتشار سجون أكتر ومصادرة أموال الناس. ولكن تعالى هو على المستوى الاقتصادي حقق إيه؟ كل الفشل. مع كل بلايين الدولارات اللي تم دخولها لمصر من الدول اللي ساندت الانقلاب إلى النهاردة، أين ذهبت هذه البلايين؟ أين ذهبت أصول الخزانة التي يتم سوف أعود إليك أستاذ أكرم، سوف أعود إليك. أحمد ماهر من أحمد سعد الدين من القاهرة، هل تعتقد أن الاستفتاء على الدستور سوف يهدئ من روع الشارع وسوف يوفر أجواء أكثر أمنا للبلاد في المرحلة المقبلة، أم أنه سوف يزيد من اشتعال الأمور؟ سيدي الكريم، واضح ان ضيفك في واشنطن الحقيقة واضح ان هو لسه مش عارف حاجة عن مصر. هو بيتكلم وهو بعيد آلاف الأميال لسبب بسيط. لو بنتكلم على الانقلاب فشل ولا ما فشلش، وهل هو انقلاب أو ثورة أو غيره، فيرجع بس للتاريخ ويقول في انقلاب اسمه انقلاب شعبي، فممكن يقدر يفهمه ويلاقيه في كتب التاريخ. الأمر الآخر، وده شيء مهم جدا، إذا كان الحياة السياسية أو الاقتصادية فشلت، لا يقدر يقول لنا
كيف كان يتعامل الإخوان مع أزمة البنزين اللي ما عادتش موجودة دلوقتي وبيحس بيها المواطن البسيط، مع أزمة الغاز وإلى آخره. المشكلة الكبرى بالنسبة لجماعة الإخوان إن هي بتحاول تتاجر بالدم في أوروبا وأمريكا والأماكن دي. أما الحكومة المصرية وخارطة الطريق أقدر أقول لك إن كان فيها بطء ما في لحظة ما، ولكن حاليا هي بتمشي في الطريق الصحيح، بدليل إن برغم العمليات الإرهابية من جماعة الإخوان ومشتقاتها وسواء كان في الداخل أو في الخارج، إلا أن الاستفتاء على الدستور، أولا الدستور أكمل وأنجز بالكامل. طيب أنت تصور لي، أنت تريد أن تصور للمشاهد وكأن جماعة الإخوان هي القاعدة أو لا أدري ماذا، يعني صحيح هناك تصنيف من السلطات المصرية. هي مش القاعدة جزء من الإخوان، يا سلام. مش العكس. يا سلام. كبير. أريد أن أعود إلى ضيفي من واشنطن، كيف ترد على هذا الكلام؟ والله يا أستاذ كمال زي ما بقول لحضرتك كلام يثير للشفقة والسخرية، إنه جماعة الإخوان المسلمين اللي انتخبها الشعب المصري، أكثر من نص الشعب المصري، سواء في البرلمان الثورة، برلمان ثورة 25، سواء في مجلس الشورى، سواء انتخبوا منها رئيس جمهورية، كون أن الانقلابيين يخرجوا في يوم وليلة ويطبقوا أو ينادون بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، يعني ده شيء يعني فضحنا وفضح مصر في وسط العالم. احنا حقيقي مصر بقت فضيحة بجلاجل، ان احنا بنقول للشعب للعالم كله ان احنا عندنا اكتر من نص الشعب المصري بينتخب ارهابيين. طيب الآن أنتم حسب القانون المصري أنتم إرهابيون، لكن هل هذا سيغير من الواقع شيء؟ مقاطعتكم للدستور ستغير شيء من الواقع؟ الدستور ماض وسوف ينجح، هكذا يقول أتباع السيسي، يعني ما الذي سيغير من الأمر أن تعارض جماعة الإخوان؟ أنا أقول لحضرتك يا أستاذ كمال، أولا موضوع الدستور اللي هو بيتكلم عليه الأستاذ في خارطة الطريق هذه الفاشلة، نسميها خارطة الطريق الدموي الذي لم ترى من قبله مصر مثل هذه الصورة من الانتهاكات والقتل والسحق. هذه وثيقة سوداء التي يتم الانتخاب عليها الآن، هي وثيقة باطلة لأنها تمت بناء على خطوات باطلة لم ينص عليها دستور 2012 اللي وافق عليه أكثر من 64% من الشعب المصري. وأيضا محكمة القضاء الإداري المصري في شهر أكتوبر الماضي طلعت حكم بأن هذه الوثيقة لا يصح التصويت عليها لأنها لم تتبع الخطوات الدستورية لتعديل دستور 2012. خليك معي أستاذ أكرم. أستاذ أحمد سعد الدين من القاهرة، يعني ماذا سيجنيه المصريون من هذا الاستفتاء ومن هذا الدستور إذا بقي الشارع مشتعل، إذا بقينا نشهد كل يوم جمعة قتلى ومظاهرات؟ هو أولا لازم نتكلم ونقول إن النهاردة مثلا كيوم جمعة جماعة الإخوان فشلت تماما في الحشد. لو أنت بتتكلم على 3 أو 4 قتلى، لو شفنا كم الحشد اللي هم طلعوا بيه مش هيجيب 10,000 يعني متفرقين، وده فشل ذريع للإخوان لأن هم عارفين كده، وضيفك اللي في واشنطن عارف تماما كده وبيحاول يراوغ. أما ماذا يجني الشعب المصري من الدستور؟ فلازم أقول إن أولا الدستور سوف يحدث استقرار به، لأن هيبقى عندك شرعية دستورية وشرعية رئاسية بعد كده. الورقة اللي هم بيلعبوا بيها في واشنطن عشان ياخدوا تمويلات أو الدنيا تقف معاهم، دي هتفقدهم الشرعية اللي هم بيتكلموا عليها، اللي هم مش قادرين أصلا يوصلوا لها. استقرار يمكن أن يكون في مصر في حال ما إذا كانت هناك شريحة واسعة من المصريين ترفض السلطة الحالية وترفض هذا الدستور من الأساس. من قال أنهم شريحة واسعة؟ لو أنت بتتكلم على الإخوان المسلمين بكلام نفس قيادات الإخوان إن عددهم ما يزيدش عن من 400 ل 500 ألف، يوم ما بيقدروا يحشدوا بعد كده كأصوات انتخابية تقدر تشتريها بزيت وسكر بتوصل ل 2 مليون. بعد كده أنت بتتكلم على شعب مصري أكتر من 80 مليون، يعني لو جيت بنسبة وتناسب مش هيجوا 0.5% مش 1%. على أي أساس إحنا بنتكلم بنقول إن الإخوان نص الشعب؟ ده رقم واحد. رقم 2، النهارده لما بيكون في دستور وفي استقرار في مصر، اي واحد من هؤلاء الذي يمارس الارهاب هينزل الشارع لابد ان يتعامل بحزم. احمد سعد الدين من القاهرة، انت تتفق مع من يقول الاخوان المسلمون فازوا في الانتخابات البرلمانية وتم حل البرلمان لانهم فازوا فيه، وبعد ذلك فازوا بالرئاسة وتم الانقلاب على الرئيس؟ لا اسف،
هم فازوا. لا 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 لا، هم فازوا في البرلمان وتم حل البرلمان لأساس ان البرلمان اتحط غلط، على أساس ان في تلت بالقايمة وتلتين فردي او العكس او غيره. ده قرار مختلف تماما. اما لو انت بتتكلم على الرئاسة، دكتور مرسي لما الشعب انتخبوا على 9 بنود في وثيقة مهمة جدا. هو ضيع شرعيته بنفسه في 21 نوفمبر 2012 لما قام بإعلان دستوري. القطب الإخواني طارق البشري وهو أستاذ القانون الدستوري من الإخوان قال إن الرئيس فقد شرعيته بهذا الإعلان الدستوري اللي كتبه بنفسه. النهارده جايين نتكلم على إيه؟ على شباب مش موجودة. بالتأكيد ضيفك الكريم يقدر يرجع لكتب التاريخ. في الحقيقة الوقت يداهمني. سؤال أخير لضيفي من واشنطن أستاذ أكرم، يعني قد لا تتفق على ما قاله ضيفي من القاهرة، لكن ما دامت حركة الإخوان ترى في نفسها الأغلبية وترى أنها على حق، لماذا لا تذهب وتشارك في هذا الاستفتاء على الدستور وليرفضه الشعب بلا؟ أستاذ العزيز أستاذ كمال، أنا أرفض تماما الاتهامات اللي وجهها الأستاذ أحمد سعد الدين إن إحنا هنا بناخد فلوس من حد. ما لا نأخذ فلوس من أحد، ولدينا مؤسسة قانونية مسجلة هنا تسجيل قانوني على حسب القانون، ونحن لا نعيش آلاف الأميال. إن كنا نعيش يعني فعليا آلاف الأميال بعيدا عن مصر، ولكن قلوبنا وعقولنا وصدورنا وأحاسيسنا مع المواطن المصري المكافح الذي لا يستطيع أن يجد لأولاده الآن الكفاف عشان يأكل ويشرب ويغطي نفسه. موضوع البنزين وموضوع الكهرباء، موضوع القوانين الخوف والرعب اللي بيحكم الشعب المصري. نعم. فعاوز اقول لحضرتك ايضا موضوع الاستقرار. هذه القضيه الان اللي موجوده في الشارع من 3/7 ليس قضيه اخوان مسلمين ولا غيره، ده هي قضيه شرعيه، هي قضيه اللي هو اتباع الدستور، قضيه احترام القانون الذي انقلب عليه الرئيس المؤقت الدكتور عدلي منصور، المستشار عدلي منصور، وانقلب عليه وزير الدفاع. هم اول من انقلبوا على الدستور وعلى القانون، والان هم كل شويه يصدرون بعض القوانين عشان يقدروا زي ما بيقولوا يكسروا ضلوع المعارضه، ولن يستطيعوا. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن عضو الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان أكرم الزند، ومن القاهرة ضيفي الصحفي بجريدة الأهرام أحمد سعد الدين. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معي في هذه النشرة.